آخر حاجة وصلنا لها هي إن جين وهيو قربوا لبعض. بتبدأ الحلقة دي بصحفي وهو بيصور جين وهيو وهما مع بعض علشان ينشرها وطبعا يطلع أخبار عليهم إن هما ارتبطوا. وفي نفس الوقت ده برضو كيم كان بيكون واقف وبيصورهم وبيكون زعلان قوي لأن جين ارتبطت بهيو وهو بيحبها يعني. في نفس الوقت ده جون ولي كانوا مع بعض وهي كانت شاربة شوية فوصلها للتاكسي، وساعتها موبايل ليه رن وجون هو اللي رد عليه، لأن في واحد بيقول لها إن في حاجة بين جين والممثل هيو وإن هو سابها تقريبا علشان جين وإن هو شافهم يعني وهم قريبين من بعض. فساعتها جون بقى بيبعت لجين وبيقول لها إن ابن عم ليه اللي هو المراسل كوك ده يعرف عنها وعن هيو فتاخد بالها. تاني يوم بقى ميري صاحبة الشركة اللي هما فيها بتقعد مع جين وبتقول لها ان اللي هي بتعمله ده ما ينفعش، فجين بتوضح لها ان هي وهيو بيحبوا بعض بجد وان دي مش مجرد علاقة عابرة وانها تتصرف مع الصحفي كوك وتعمل معاه صفقة. وبعد ما بتخرج هيو بيخش وساعتها ميري بتفضل تكلمه عن نفس الموضوع، خصوصا يعني ان هو كان لسه عالن ان هو انفصل عن لينا ودلوقتي ارتبط بجين، فكده الناس ممكن تكرهه وهيتقلب ضده الموضوع. بس هو بيقول لها انه مش فارق له اي حاجة من الكلام ده وان هو اللي همه انه يكون مع جين. في الوقت ده بقى جين بتروح تقابل كوكا علشان تعمل معاه الصفقة اللي هي قالت عليها، وفعلا بتقوله ان هي عايزة اصلا ينشر علاقتها هي وهيو، وبتديله فلاشة عليها صور ليها هي وهيو، وبتقوله ان كل فترة هتديله صور وينزلها على النت علشان هي عايزة علاقتها هي وهيو تبقى اكتر حاجة الناس مهتمة بيها ومشهورة الفترة الجاية. وتاني يوم بينزل على طول اخبار انه هي ارتبطت بهيو، وبيكون الناس منقسمين، ناس مأيدة العلاقة وناس رافضاها خالص. بنشوف بعد كده المساعدة بتاعت جين وهي واقفة معاها وقالت لها انها عندها ميعاد بالليل الساعة 7 شبه ديت كده، فجين بتقول لها تظبط نفسها وما تشربش كتير علشان ما تقولش على اي سر. وبالليل بنيجي الميعاد الديت ده وبنكتشف انها خطة من جين وان اللي معاها في الديت هو كيم بنفسه، وبيقعد يستغلها علشان يعرف منها اي مصيبة عن ليه او اي مصيبة من الشركة بتاعتها. وفعلا بتقول مصيبة كده وهنعرف المصيبة دي ايه بعدين. وكيم ساعتها كان بيسجل لها. بنيجي لميري وهي مع ليه وعمالة تقول لها ان الممثلين مش راضيين يشتغلوا معاها من ساعة الفيديو اللي اتسرب لها وهي بتضرب جين. فساعتها ليه بتكون متعصبة قوي، ولما بتخرج بيوصل لها فيديو بتاع مساعدة جين وهي بتقول على مصيبة ليه عملتها زمان وان هي كانت سايقة وهي شاربة، وساعتها المساعدة بتاعت جين هي اللي لبست القضية بدلها. ودلوقتي في الفيديو اتصور صوت وصورة معترفة بكل حاجة. ساعتها جين بتجيلها وبتقول لها انا حذرتك وانتي اللي ما سمعتيش كلامي وفضلتي تضايقيني. فساعتها ليه بتفضل تتوسل لها انها ما تنشرش الفيديو دوت، بس الاوان كان فات خلاص وجين اصلا كانت نشرت الفيديو وبتقول لها تمشي من الشغل ده خالص ومش عايزه تشوف وشها تاني وان كده كده مسيرتها اتدمرت خلاص، فلو فكرت ترجع هي مش هتساعدها برضه وبتسيبها وبتمشي. بعد كده جين بتقول للمساعدة بتاعتها ان هي مشيتها خلاص ومش عايزاها تشتغل معاها تاني لان هي مش هتقدر تستأمنها على اي سر بعد اللي هي عملته ده. بعد فترة بنشوف جين وهي قاعدة مع عيلة هيو عمالين يحتفلوا بعيد ميلاد جدته وعمالين بقى يقضوا اوقات حلوة كتيرة مع بعض، ويا عيني هيو ما يعرفش اللي جين هتعمله فيه، وكل يوم خبر جديد، مرة هيو وجين مسافرين، مرة مش عارفة ايه، وكل يوم اخبارهم هي اكتر حاجة منتشرة. بعد كده بنشوف جون وهو قاعد ومشغول بالكتابة، وساعتها ليه بتخش ومعاها أكل ليه وبتقول له إن هي عايزة تروح تشوف معاه العرض الأول لفيلم جين النهاردة. وفعلا بيروحوا، وساعتها جين كانت قاعدة مع هيو وجون كان غيران قوي وبيفتكر كلامها ليه لما قالت له إنها ترتبط بهيو سنة واحدة بس. وبعد العرض بقى جين وهيو بيروحوا مع بعض، ولما جون بيروح البيت بيلاقي إن كيم عنده بيسأله عن كتاب هو كاتبه اسمه المجرم المشارك. فساعتها جون بيقول له إن ده معناها إن الشخص اللي بينفذ جرايمه بشكل مباشر مع الناس التانية. بعدها بشوية أم جون بترن عليه بس هو مش بيرد عليها، فكيم بيكون مستغرب قوي علاقتهم دي، بس أصلا مامته بترن عليه علشان تقول له إن هو يديها فلوس. وتاني يوم جون بيكون عند جده وبيقول للراجل اللي هناك ما يعرفش مامته إن جده تعبان أو حاجة لأن هي لو عرفت هتستغله أكتر. وفي الوقت ده أم جون كانت عنده في البيت ولقيت ورق بيقول إن هو مستثمر في الشركة اللي جين شغالة فيها، فساعتها راحت تهددها وتتخانق
معاها، بس جين مسكتتش وهددتها انها ممكن تقول لجون ان ابوه مش هو ابوه الحقيقي ولا جده حتى، ففعلا ام جون بتخاف. بعد كده بنشوف جين وهي ماشية وبتتصور مع المعجبين بتوعها، وسونج اللي كانت معاها في المدرسة أيام ثانوي كانت جنبها بس كانت على قد الحال، ولما بتشوفها بتكون متضايقة قوي وبتنزل بوست تكتب فيه كل اللي حصل لها أيام المدرسة وبتقول للناس إن هي شطانة، بس الأخبار دي بتتمسح بسرعة. وجين بتكون قاعدة مع ميري وبتقول لها إن الكلام ده طبعا مش حقيقي وإنها ممكن تكون عاوزة تخرب سمعتها بس، وإنها كانت طالبة مثالية في ثانوي. بعد كده بنشوف هيو وهو بيكلم جين علشان يطمن عليها لأنها بتكون عيانة قوي وفي البيت لوحدها. وبعدها بشوية جدة هيو بتجيلها علشان تطمن عليها وبتديلها أكل تاكله بدل اللي هي فيه ده، وبتقولها حتى لو كل الناس مصدقين الإشاعات اللي طالعة عليكي أنا مش مصدقاها، ولو هي بجد أكيد هيكون عندك سبب علشان تعملي كده. وفي اليوم ده بتبات معاها وبتحضنها وبتقولها إنها بتحبها زي ولادها بالظبط، وجين مش بتكون عاملة أي رد فعل. بنيجي بعد كده لهيو اللي بيكون قاعد مع ميري وبيكون كان جايله شغل يعني وهو لسه ما وافقش، فميري بتسأله إذا كان وافق ولا لأ، فساعتها هيو بيقول لها إنه الفترة الأخيرة من حياته دي كانت حلوة قوي وكل الأوقات اللي بيقضيها مع جين بيكون كأنه مسحور، وبيكون جايب كوتشي أطفال كده فبتتخض لأنها بتفتكر إن جين حامل ولا حاجة، بس بيقول لها إن مفيش الكلام ده وإن هو بيفكر يعرض الجواز على جين، بس هو مش عارف بقى يا ترى هتوافق ولا لأ. بنشوف بعد كده تشوي وهو رايح لجين في مكان كده كانت واقفة فيه وبيقول لها إيه اتخضيتي لما شفتيني، وفعلا ملامح وشها كان باين عليها إنها مخضوضة شوية، وبتقول له لا بالعكس أنا فرحانة إن أنت طلعت وبقيت أحسن دلوقتي. وبيقطعوا في النص جدة هيو اللي بتيجي وبتطلع عارفة تشوي أصلا من زمان يعني، وبتكون لسه هتعرف جينا عليه، فجين بتقول لها إنها عارفاه أصلا زمان وإنها اشتغلت معاه لمدة سنة في الكافيه بتاعه. بنيجي بعد كده الكيم اللي بيكون لسه داخل البيت وبيلاقي ليه بتحضنه من ظهره وبتقول له وحشتني قوي، وبعد كده بيتصدموا هما الاتنين لان ليه كانت فاكره جون. بعد كده بيقعدوا وبيفضلوا يتخانقوا شويه بسبب اللي حصل من شويه ده، وبيقول لها يعني انا اعمل لك ايه، انتي داخله بيت راجل غريب وبتحضني، المفروض كنت اعمل ايه يعني. وبيكون لسه بيسالها عن علاقتها بجون بس بيقاطعها وبيقول لها اكيد يعني عرفت انتي ايه علاقتك بيه من المنظر اللي انا شفته من شويه ده، وبيسيبها وبيمشي. بعد ما بيطلع بقى جين بتتصل عليه وبتطلب منه حاجة هنعرفها بعدين، ولما جون بيجي بيقول له انت كنت بتكلم جين ولا ايه، اصل ملامح وشك باينة، ففعلا بيقول له انه كان بيكلمها. وساعتها جون بيسأله كانت عاوزة منه ايه، بس كيم مش بيقول له، بيقول له ان جين قالت له وما يقولهوش. تاني يوم بقى ليه كانت قاعدة وعمالة تتفرج على اخبار مواعدتها هي وجون اللي انتشرت في كل مكان وكانت مبسوطة قوي. بعد كده بنشوف جون وهو قاعد مع ميري اللي بتعرف ان هو يعني صاحب الكتاب اللي هي هتعمله فيلم، وساعتها بيسألها على جين علشان يطمن عليها وبيقول لها تاخد بالها كويس منها لان لو حصل لها حاجة هو مش هيسكت. بعد كده رئيسة الشركة بتاعتهم بتكلم هيو وبتقوله ان مشروع المؤلف جون هم يحولوه الفيلم، بس هو شارط علشان يعملوه فيلم ان البطلة تكون جين، وطبعا هيو بيكون متضايق لانه بيكون عاوز جين ترتاح. فالرئيسة بتقوله ساعتها انها لازم تشتغل وانها لسه في العشرينات، ولو كان بيفكر في موضوع الجواز ده بجد ما ينفعش يعني ان هو يقعدها. وبعد ما بتقفل معاه بيروح يقعد مع جين وبيقول لها على الموضوع ده، بيقول لها كمان ان تقريبا جون وليه مرتبطين، فبتقول له سمعت الاخبار فعلا. وبالليل بقى لما جون بيرجع لبيته بيلاقي ان جين عنده في البيت، وساعتها بيقول لها انه بقاله سنة ما شافهاش، وبيسألها اذا كانت حبت هيو بجد لانها كل ده ما انفصلتش عنه وشكلها حبته يعني. فبتضحك كده وبتقول له انا كمان سمعت ان انت ارتبطت بليه دلوقتي، فبيقول لها انت متضايقه في حاجه، فساعتها بتقول له انها كانت بتضايقها على طول وكده يعني، فقال لها ان هو اصلا بيعمل كل ده علشانها وقرب من ليه علشان ما تاذيهاش، وبيكون لسه هيقرب منها. ساعتها ليه بتخش وبتسالها بتعمل هنا ايه، وبتتعصب عليها وبتقول لهم لو كنتوا عاوزين تتكلموا كنتوا ممكن تتكلموا بره، وان هي ممكن تفضحها وتقول لهيو. وساعتها جين بتقول لها اعملي اللي انت عايزاه وبتخرج، وليه لما بتكون لسه متعصبه وبتصوت جون بيهديها. بعد كده جين بتروح تقابل كيم وبيكون الطلب اللي كانت طلبته منه هو انه يراقب تشوي، وفعلا بيجيب لها كل تحركاته وبيكون عايش في سلام عادي ومش بيعمل اي حاجة، وبيروح لقبر باباها وبيعتذر له هناك كمان. وساعتها كيم بيسأل جين اذا كانت مبسوطة في علاقتها مع هيو، فبتقول له ايوه انها مبسوطة. بالليل بقى بتكون ليه اخده جون لمكان وهو ما يعرفش ايه المكان ده، وفي نفس الوقت هيو وجين كانوا قاعدين مع بعض لانه النهارده عيد ميلادها وهو بيحتفل بيه، وبيكون عمال يقول لها كلام حلو وناوي يعني انه يتقدم لها النهارده، بس بيقطعوا ليه وجون اللي بيكونوا جايين في
المكان بتاعهم ده. ولي بتفضل تضايق جين بالكلام وبتقول لها انتي وجون كنتوا زمايل في المدرسة الثانوي صح؟ فساعتها جين بتقول لها ان هما كانوا اخوة بس غير اشقاء يعني، وان اهلهم اتجوزوا وهم صغيرين وكانوا عايشين مع بعض بس هي مش عايزة تفتكر الفترة دي. فجون بيقول له ان مامته كانت بتعاملها واحد ان هو بيحاول يعوضها دلوقتي على اللي حصل لها زمان ده. فساعتها كمان لي بتكون متضايقة وبتقول لها امال انتي كنتي بتعملي ايه في بيت جون من كام يوم كده لما انا جيت ولقيتكوا؟ فهيو بيكون مصدوم بس جين بترد عليها بذكاء وبتقول لها انها كانت جاية علشان موضوع الفيلم وانها رفضته منه بهدوء. وساعتها هيو بيقول لجون ولي مبروك على علاقتهم وكده، فجون بيحرج ليه وبيقول ان هم مجرد صحاب بس. وساعتها كمان هيو بيقوم وجين بتقوم وراه، ولما بيقوم لي بتقول لجون انت ايه اللي عاجبك في جيب بالظبط؟ ما فيهاش اي حاجه حلوه. فبيقول لها لو انت بتعملي كده علشان ترجعي لهيو فانتي هو يرجع لك اصلا. فبتقول له مش ده هو السبب. في نفس الوقت ده جدة هيو كانت عند جين في البيت وبتعمل لها اكله حلوه بمناسبه عيد ميلادها، وساعتها في طبق بيتكسر منها بالغلط، ولما بتيجي تدور على حاجه تلم بيها بتلاقي كتاب مذكراتها اللي كان ضايع منها من سنه. وفي الوقت دوت هيو وجين كانوا بيتكلموا مع بعض وبتقول له يعني ان هي وجون كانوا اخوات زمان لما اهلهم اتجوزوا، لانه بيكون متضايق انها ما قالتلوش. وبتقول له لو عاوزني احكي لك اي حاجه اسالني دلوقتي وانا مش هخبي عليك. وساعتها بيجي له اتصال كمان وعارف منه ان جدته لقت المذكرات بتاعتها. وجين اول ما بتسمع الموضوع دوت وشها بيقلب 180 درجه وبتكون خايفه قوي لانها عارفه ان المذكرات دي طبعا عندها في البيت. ولما بيجوا يمشوا بتجري بسرعه في الشارع وبتكون في عربيه هتخبطها، بس ساعتها بتشوف كيم وبياخدها وبيوصلها لبيت جدة هيو. ولما بتطلع للجدة الجدة بتقول لها تيجي هنا. ساعتها كيم وجون كانوا مستنيينها تحت لان جون هو كمان جه. فجأة بيسمعوا صوت حد وقع ولما بيطلعوا علشان يشوفوا فيه ايه بيلاقوا جدة هيو مرمية على الارض من السلم وجين واقفة فوق ومصدومة. بعد كده بيودوا الجدة على المستشفى وبيكونوا قلقانين قوي عليها وبالذات جين، بس للأسف الجدة بتتوفى. وفي الجنازة هيو بيكون منهار ومش مصدق ان جدته خلاص اتوفت. وساعتها جين بتفضل تهديه. نعرف ان اخو هيو عمل سيرش عن تشوي وعرف ان هو كان متهم في قضية ان هو خلص على ابو جين، وساعتها بيكون شاكك ان جين هي اللي خلته يعمل كده. وفعلا تشوي بيروح وبيحضر جنازة جدة هيو، وكمان في ضابط بيجي وبيحقق مع جين علشان يعرف الجدة توفت ازاي. فبتقوله ان هي كانت وقعت من على السلم غصب عنها يعني، وده اللي ادى لوفاتها. وساعتها بتفتكر لما جدة هيو قعدت تقول لها ان هي ما كانتش متخيله كده لانها كانت كشفت انها بتستغل هيو اصلا، وقعدت تعيط ولما كانت خارجه من الباب وقعت لوحدها فعلا. وساعتها جيم ما عرفتش تلحقها، ولما كيم وجون جم كيم قال لها انه هيمسح تسجيلات كاميرات المراقبه كلها ويخليها تمشي من هنا بسرعه. فجيم بتقول له انه ما يعملش كده وان ما فيش كاميرات مراقبه هنا اصلا، وبتتصل على الاسعاف علشان يجي ويلحقوا جدة هيو. وجون بيكون مصدوم قوي منها. بنيجي بعد كده لتشوي اللي بيكون واقف مع اخو هيو لانه كان بيساله اذا كان جين ليها علاقه ان هو خلص على باباها زمان ولا لا، لانه شاكك يعني في حاجه ليها علاقه بجلدته. فبيقول له ان جين ملهاش اي علاقه وانه زمان لما قال كده في التحقيقات كان علشان مش عاوز يتسجن. وجين ساعتها كانت واقفه وسمع كل ده اصلا. وبعد ما اخو هيو بيمشي بتروح وبتتكلم مع تشوي وبتساله هو عمل كده ليه. فبيقول لها ان هو اول سنه في السجن كان عايز ينتقم منها قوي لما يخرج بعد فترات سجنه، وفكر فيها ان هي بس ما لقتش حد كويس يهتم بيها في طفولتها وده اللي خلاها تعمل كده، وانه لو ما كانش ضحى بنفسه زمان ودخل السجن هو كان زمان حياتها دلوقتي متدمره. وبيقول لها انه هيقف جنبها ويشجعها. بنشوف بعد كده جين وهي في بيتها وتبص للأكل اللي جدة هيو كانت عاملاه لها، وساعتها جالها اتصال من الصحفي كوكو بيسألها إذا كان في أخبار جديدة أو حاجة. فبتقوله إن دوت وقت حداد على جدة هيو وإنه مش وقته خالص وبتقفل في وشه. بس كوك بقى مش بيريح نفسه وبيتصل على سونج اللي كانت زميلتها في المدرسة، بس سونج ساعتها بتقوله إن هي كل اللي قالته ده كان كذب وإن هي جين طيبة وكده. وبيطلع إن كيم جنبها وبيهددها إنه هيفضح ماضيها وكمان إن باباها كان مرتشي وكل الكلام دوت ويدمر شغلها لو هي اتكلمت كلمة عن جين. ففعلا بتسمع كلامه. بنيجي بعد كده لجين اللي بتقابل مخرج اسمه يونج وبيكون عاوزها تشتغل معاه يعني، وميري ساعتها بتعرف بالموضوع ده وبتروح تقابل جون وبتقوله على الموضوع ده وان المخرج يونج عاوزها في فيلم ليه. وبعد كده جون بيروح وبيقابل جين لانه بيكون شاكك ان هي اللي عملت كده في جدة هيو وخلصت منها لانها كشفتها. وجين مش بتنكر اي حاجة وبتقوله لو انت شايف كده فايوه انا اللي عملت كده.
كده وبيكون كأنها بتاخده على قد عقله أو حاجة. بعد كده بنشوف هيو وهو عند بيت جدته وبيكون في واحدة واقفة وبتتكلم معاه وبتقوله إن قبل ما الجدة تتوفى كانت بتتخانق مع بنت عندها في البيت وبعد كده وقعت، وبتقوله إن في واحدة جارتهم هنا عندها كاميرا مراقبة وأكيد تسجيل البيت هيكون باين عندها. ففعلا بيروح لجارتهم دي وبتقوله إن في محقق جه وأخد كاميرا المراقبة وشافها يعني تسجيل معاه دلوقتي. بعد كده بنشوف كيم اللي بيروح لجون وبيضربه وبيقوله لو انت شاكك ان جين عملت كده فانا مش شاكك فيها. فساعتها جون بيقوله ليه هو انت شفت كاميرات المراقبة؟ قال له لا انا ما شفتهاش ومش عايزه اشوفها، وان هو واثق يعني في جين انها مستحيل تعمل حاجه زي دي. تاني يوم بقى جين بتكون قاعده مع المخرج يونج اللي بيكلمها ان في اخبار دلوقتي طالعه ان هي وهيو هيتجوزوا لان المعجبين شافوه وهو بيشتري خاتم جواز ودوت ممكن يأثر على الفيلم اللي هم هيعملوه. فساعتها جين بتقوله انها تتصرف هي في الموضوع ده. بنيجي بعد كده لجين اللي بتروح لهيو بيته وبتقوله ان هي عايزه تنفصل عنه خلاص لانه بيكون عاوز يعتزل ويتجوزها ودوت اثر على شغلها طبعا زي ما المخرج يونج قال لها. فساعتها بيقولها انه كان عاوز يكمل معاها وانه مش مصدق اللي هي بتعمله ده علشان تبعده عنها انها تقول له كل حاجه، وبتقوله انها اتقربت منه بالاول بالقصد وانها خدت مذكرات جدته علشان تتقرب ليه وان هي اللي عملت كده في جدته كمان وانها عمرها ما حبته. فساعتها هيو بينهار على طول وبيكون مش مصدق ان جين ممكن تقول له كده. بعد كده بنشوف جين اللي كانت رايحه تقابل كيم بس في الطريق بياخد باله ان في حد واقف وعمال يراقبها بقاله فتره فبيقول لها تكمل وما تجيش دلوقتي، ولما بيروح علشان يشوف مين دول بيضربوه وبيتلموا عليه. بعد كده بنشوف هيو اللي بيكون قاعد مع ميري وعمالين يقعدوا وبيشربوا مع بعض وساعتها بيفضل يشكرها انها كانت واقفه جنبه على طول. بعد كده بنشوف هيو هو بيتخلص من الادويه اللي عنده والكحول وبتكون ميري جايه في الطريق اصلا، ولما بتوصل عنده بتلاقيه انهى حياته وبتفضل تعيط عليه لانها كانت بتحبه بالظبط زي ابنها. بعد كده بنشوف كيم وهو في المستشفى وجون راح وعشان يسأله مين اللي عمل فيه كده بس هو بيقوله ان هو مش فاكر مين اللي عمل كده بس بيكون بيفتكر لما هو شاف وش الزعيم بتاعهم وكمان كان على ايده علامة صليب وبيكون مش عارف هما بيراقبوا جين ليه. بنشوف بعد كده جون اللي بيروح لجين بيتها وساعتها بيلاقيها قاعدة ومش فارق لها اي حاجة ولا ان هيو مات وبيسألها هي عملت كده ليه ودمرت اسرته كلها مع انها كانت هترتبط بيه سنة واحدة بس وما قالتلوش ان هي هتأذيه او حاجة. فساعتها بتقوله ان هي ما عملتلوش اي حاجة وان هو اللي اختار يعمل كده بنفسه، وبتقول لجون انه لو كان ساعدها زمان كانت ممكن تبقى شخصية احسن دلوقتي وبتحضنه وبتقوله ان هو حتى لو سابها ومشي هي مش هتلومه على اي حاجة وان هو اول شخص اختارته يكون جنبها. بعد كده بنيجي لجنازة هيو. ساعتها ميري كانت منهارة قوي في الجنازة وبتكون بتفكر ان جين هي السبب وعايزة تنتقم منها، وفي نفس الوقت جين بتروح لبيت هيو وبتتخيله هناك وبتعتذر له على اللي هي عملته وان دوت هو السبب ان هو انهى حياته وبتفضل تعيط. وتاني يوم معجبات هيو بيكونوا مش طايقينها لانها اول ما سابته انهى حياته، وساعتها سونج اللي معاها في المدرسة بتدافع عنها قدامهم علشان ما يضربوهاش يعني، وساعتها بتخش عندها وبتقول لها ده انت بقيتي غنية قوي دلوقتي وبتاخد منها شنطة وبتقول لها انها تبقى تجيلها تاني يعني ما تفتكرش انها تسيبها. وبعد كده بنشوف ميري وهي بتسلم ملف القضية بتاع جين للصحفي كوك علشان يفضحها. في نفس الوقت ده جين كانت في البيت وام جون جت لها علشان تعتذر لها على اللي هي عملته معاها وبتقول لها ما تنسيش تبقي تقولي لجون على اللي انا جيت لك واعتذرت لك. وجين ساعتها بتقول لها انت عارفه ايه اكتر وقت انا كرهتك فيه، وبتفتكر لما جدة هيو كانت بتعملها حلوه قوي وبطريقه كويسه وهي اصلا عمر ما حد عاملها بالطريقه دي، وبتفتكر لما الجده عرفت كل حاجه عنها بس ما لمتهاش وسمعتها. وجين قالت لها ان هي في الاول فعلا كانت هتستغل هيو بس بعد كده حبته بجد، والجده قعدت تحضنها وجين كانت بتعيط علشان عمر ما حد عاملها بطريقه زي كده. وبعدها كان في قطط بره فعلا الجده بتاكلهم وطلعت تاكلهم، ولما ندهت لجين علشان تيجي معاها ساعتها داخت ووقعت من على السلم وجين ملحقتهاش. وفي نفس الوقت ده جون كان قاعد ومعاه فلاشه تسجيل الفيديو اللي عليها كاميرا المراقبه وبيشوف الفيديو وبيعرف ان جين مش هي اللي عملت كده وان هو ظلمها وان الجده وقعت لوحدها فعلا. بنيجي بعد كده للعصابه اللي كانت بتراقب جين وبنعرف ان زعيمها هو اللي كان هيخبطها قبل كده بالعربيه وان هو دلوقتي معجب بيها وشكله سايكو وعاوز يوصل لها. وبكده الحلقه تكون خلصت، فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وان شاء الله هنزل لكم الحلقات الجايه اول ما تنزل. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم الحلقات الجايه لانها شكلها فيها احداث قويه قوي.